ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمله طريقه حلوه قوي المكرونه بالبشاميل. بصوا بطريقه حلوه وجديده، خليكم معايا. احنا هنشوف هنعملوها ازاي. اول حاجه انا جبتها هنا ايه، صينيه حطيت فيها معلقتين زيت حلوين كده كبار، ومكعبين زبده. تمام، خليتهم كده بصوا على النار كده يسيحوا خالص بالمنظر ده كده اهو. خلوا الصينيه او الطاسه او ايا كان ايه اللي انتوا عندكم يبقى ايه سخنه قوي. تمام، بصوا كده طبعا سخنت قوي كده. هنحط بصوا هننزله معانا هنا ايه نص كيلو لحمه مفرومه. تمام، اول حاجه خالص قبل ما نقلب وكده هننزله بيها عليها بشويه فلفل اسمر. طبعا انتوا قبل كده شفتوا العصاج بتاعي انا بعمله ازاي، بس المره دي هنحط عليه بقى ايه مكون تاني ده اللي هتفرق في المكرونه. هنحط معلقه كده او معلقتين. انا بالنسبه لي حطيت معلقتين عشان دي معلقه خشب صغيره، فانا حطيت فيها ايه حطيت لها ملح. تمام، هنيجي بقى احنا كده بصوا احنا بنخلي اللحمه عشان مش عايزه اللحمه ايه اما نحط البصل تنزل ميتها ومع البصل والكلام ده، لا انا هخلي اللحمه خالص انشفها خالص كده، وبعد كده ايه خليها تشرب ميتها وتستوي، وبعد كده هحط المكونات التانية عليها. بصوا كده بالمنظر ده. بصوا هي مش هتفرق بقى لحمه بلدي لحمه مجمده لحمه ايا كان، ممكن النوع ده من المكرونه تتعمل من غير لحمه اصلا او فراخ او اي حاجه، مش هتفرق. ممكن تتعمل بصوا بالخضار، انا هعملها بالخضار وباللحمه. بصوا هتنقل المكرونه دي لحاجه تانية خالص، وبالبشاميل وكل حاجه. يعني ممكن مثلا ما عنديش لحمه مش هنقول مش هنعملها، لا تعمل من غير عادي. تمام، بصوا كده اهو. هنخلي بقى احنا كده اللحمه شويه بس تستوى، ولو نزلت ميه ولا حاجه تشرب ميتها ونفلفلها كده نخليها تبقى مفلفله، وبعد كده نقول لكم هنحطوا ايه تاني. بصوا يا حبايبي اللحمه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بصوا تحفه اهي. خلاص انا كده ايه بصوا هي اتفلفلت، هي ما استوتش طبعا قوي، بس انا عشان لسه فيها حاجات تانية كتير فهي هتاخد السوا بتاعها بقى عشان كله ياخد من طعم بعض، بس هي تقريبا كده يعني ايه 3/4 سوا. تمام، هنجيب انتوا طبعا عارفين البصل بتاعي اللي انا بقطعه بالالوان بالفلفل الالوان والكمان والكلام ده كله. بصوا كده طبعا انتوا تحطوا كميه البصل اللي انتوا ايه عايزينها. تمام كده يعني تقريبا كده زي بصلتين كبار مع شويه فلفل. طبعا مش عايزه اقول لكم البصل مع الفلفل لما بعمله كده وبحطه في الفريزر بجد بصي يعني والله بينقل البصل ده، بيخلي ريحه الاكل اللي انا بعمله بينقله لناحيه تانية خالص، فظيع وما بيطلعش ريحه خالص. يعني انا ما بحبش عشان انا اشيل البصل والثوم والحاجات دي، بس الطريقه دي لقيتها بتوفر عليا كتير ولا بتخلي طعم الحاجه فظيع، غير البصل لوحده او اقطع فلفل مع الاتنين في الكبه كده بيبقى حلو قوي. بصوا كده برضو نخليه بس ايه البصل يستوي شويه معاه ويدبل حبه، وبعد كده اقول لكم ايه هنحطوا ايه المكون التاني. بس عايزه اوريكم كده شايفين الالوان بتاعت اللحمه دي بتنزل على المكرونه بتبقى فظيعه. والبشاميل عامه ما بتحطلوش، بس انا ما بحبش احط له الا فلفل اسمر وملح. عايزين تحطوا له شطه حاجه عشان تبقى سبايسي براحتكم لو انتم مش حاطين فلفل. انا طبعا انا مستكفيه بالفلفل ده ومستكفيه بالملح والفلفل بتاع الاسمر بس خلاص. تمام، بصوا كده انا والله ما كنت هصور لكم اللي هو بتاع العصاج والبشاميل وكده، بس لا انا بحب اوري عشان لسه بس المشتركين عندي جداد يشوفوا طريقتي ويعملوها تعجبهم قوي 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 بجد.
حاجه كده ايه فاخر من الاخر. بصوا كده نخليها برضو تستوي شويه وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا اللحمه حبايبي بقت عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحتها وهم. بصوا الالوان اللي فيها تحفه. بصوا هي كده خلاص، والبصله وكله والفلفل. انا عاجبني قوي شكل الالوان، لا وبتبقى طعمها حلو قوي كمان. تنفع بصوا اللحمه كده تنفع لاي حشوه، لبشاميل، للبطاطس اللي هي المحشيه، للبطاطس البوريه وتبقى طبقات. تمام، اللي هي باللحم تبقى طبقه كده نهرسوها ونحطوها تبقى تحفه قوي الخلطه بتاعت اللحمه دي. بصوا بقى انا هنا معايا خضار ومفرزات، بزله وجزر وفاصوليا. انا بشيل حبه كده بجيب بقطعهم كده وبحطهم في التلاجة. فدي هنحط المكونات دي كلها على ايه، على اللحم. بصوا كده، بصوا مش عايزه اقول لكم انتوا كده بتعلوا القيمه بتاعه البشاميل بطريقه فظيعه. في ناس ما بتعملهاش باللحمه على فكره، تبقى ايه حلوه جدا. عندك حته لحمه صغيره، مش شرط نص كيلو، ممكن ربع كيلو، ممكن ما في يعني لو حته فرخه، فاهمين؟ بتبقى تحفه. بصوا كده هي اصلا كده هي مش محتاجه حاجه. انا اصلا مخلصه كل حاجه ومسويه اللحمه والبصل وكل دي، مجرد بس اللي هي ايه هتاخد شويه زي ما فيش 5 دقايق. بصوا المنظر كده تحفه. طبعا هنا مش هينفع نحط الصلصه، مش هنسيبه بقى الخليط الحلو ده كله يستوى. تمام، عشان نيجي نوريكم بقى نعمل البشاميل ايه اللي انا بعمله بتاعي انا ازاي. طبعا كل واحد، انا عارفه ان انتوا شاطرين وكل واحد بيعمل طريقه بشاميل بطريقته. في ناس بتعمله بلبن خالص، في ناس بتعمله بلبن وشوربه، في ناس بتعمله بلبن وميه وبتاع. بصوا انا جربت كل ده. طبعا هو طبعا الغني قوي في قيمه غذائيه عاليه اللي هو طبعا باللبن، بس تقيل جدا. فمش انا اعمل بشاميل، انا عايزه كميه بشاميل يعني هو مش كتير، بس عايزه بشاميل. لقيت الشوربه طعمها بتخلي البشاميل تحفه. فهنيجي بقى اوريكم، فلما جربته عجبني جدا، وبيخلي المكرونه بالبشاميل طعمها فظيع وخطيره. فهوريكم طريقتي بقى في البشاميل، اللي هو يعرف طريقتي اوكي، اللي لسه جديد عليا في القناه هيشوف طريقتي وهيعملها، والله العظيم هتعجبه قوي. تمام، بصوا كده الخليط انا كده خلصته. هنحطه بقى في العين التانية، اوطي عليه يستوي براحته، يكمل سواه بقى مع نفسه وكله، واحنا نيجي نشوف هنعمل البشاميل ازاي. بصوا هنا حبايبي، جبت هنا حله، حطيت هنا فيها ايه بقى، حطيت هنا معلقتين زيت كبار او 3 معالق زيت مع 3 معالق زبده. تمام، بقى كده المجموع كام؟ 6. تمام، هنخليهم يسيحوا كده زي ما انتم شايفين كده. يسيحوا حلو قوي. طبعا ايه، انا سايبه بقى الخليط التاني اللي هي العصاج بالخضار، سايباه كده على جنب على النار، مولعه العين التانية. بص انا كده اهو ده ساح. هنيجي هنا معانا 6 معالق دقيق. تمام، 6 معالق ايه دقيق. هنقلب الخليط ده كله لغايه ما يتحمر. طبعا الماده الدهنيه قد الدقيق، ما ينفعش تحطي ده اكتر او ده اكتر. لو حطيتي الماده الدهنيه قليله ودقيق كتير هتلاقيه كلكع منك، لكن هتحطي الاتنين قد بعض. بصوا عادي مفيش بقى اي حاجه. انتي بقى كده بالمضرب هتقعدي بقى ايه تدوبي كل الدقيق. بصي كده اهو، كده الماده الدهنيه بصوا مظبوطه. لازم ممكن زيت خالص، مش شرط زبده. زبده بس الزبده هتتحرق. ممكن سمنه. بصوا كده اهو. اول ما بس الدقيق انا عايزاه يستوي عشان يبقى ايه نسويه، وبعد كده نروحوا حاطين بقى ايه السوائل بتاعتنا عشان هنحطه ايه. ماشي كده، هنسوي بقى الدقيق احنا كده ونفضلوا نقلبوا عليه. يعني انتي بتعملي البشاميل ما تسيبوش وتطلعي من المطبخ، خليكي واقفه جنبه. تمام، هنسووه بقى ونشوف هنعمل ايه. كده ريحه الدقيق انا شماها طلعت
هنيجي نحط اول حاجه هنا ايه. بصوا اول حاجه خالص انا هنا معايا شوربه. انا بحب اما بعمل شوربات والاقيها زياده عندي او احطها كده في علبه واحطها في الفريزر. تمام. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ده لتر. انا ايه احط شويه بس واشوف عشان لسه هحط ايه لبن. طبعا قبل ما نحط اللبن بصوا هنقلب الخليط كويس قوي. تمام. بصوا هنقلب الخليط حلو قوي الاول. بصوا شويه بشاميل بصراحه انا بعمل البشاميل حلو يعني انا جربته كتير فاحلى طريقه دي بصراحه. طبعا غير اللبن ده حاجه تانية بس تقيل لكن كده حلو اهو. بصوا كده الخليط تقل معايا اهو. بصوا كده تقلبوه الاول عشان يبقى كريمي ما تلاقوش ايه تحطوا كله مش هتحتاسوا لكن كده واحده واحده. بصوا معايا هنا لتر لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا غلياه بالقشطه بقى بتاعته بكله. بصوا انا اللبن اللي هو السايب اللي بتجيبوه من السوبر ماركت مش المعلب بيبقى طبعا فارق خالص في البشاميل احلى من يعني انا ما بحبش المعلب انا لما اكون مضطره. لكن لو في جنبي سوبر ماركت او كده فممكن ايه ابعت اجيب من عنده. تمام. بصوا كده كيلو. هنيجي بقى نحط هنا يبقى كيلو لبن معايا زي نص لتر لسه شوربه. هنيجي معانا معلقتين كبار لبن بودر. تمام. هنيجي نحط بقى كل المكونات الحلوه دي. بصوا بتتقلب مع بعض دي على طول. لسه ما حطيتش ملح ولا حطيت اي حاجه. بصوا كده طبعا هو لسه الخليط هنزوده برده شوربه بس ايه مش هنحطه كله لغايه ما يجي تقل عشان هحط حبه حبه. بصوا كده انا مش عايزه افصل انا عايزه اخليكم معايا عشان تشوفوا ايه اول ما يتقل هنعمل انا ايه عشان ايه ما تقولوش انت حطيتي حاجه زياده لا او ما حطيتيش لا اهو قدامكم كل حاجه. بصوا كده بصوا كده يا حبايبي هو لسه بس ابتدى خلاص يتقل. بصوا بقى قبل ما نحطه بقى نكملوه شوربه او لبن. بصوا هنحطه هنا شويه فلفل اسمر مش كتير. هنحط هنا مثلا نملحه بقى البشاميل. هنحطه هنا زي مثلا المعلقه دي. طبعا المعلقه دي غير المعلقه الصغيره العاديه. تمام. بصوا كده البشاميل هو تقل. بصوا كده طبعا وهو كل ما يقعد كل ما ايه هيتقل. بصوا كده شايفين بصوا كريمي ازاي. بصوا بس طبعا انا لسه مش عايزاه كده انا عايزاه يتقل اكتر عشان لو حبيت ازوده شوربه. انا مش هزود لبن انا هزوده شوربه بس مش هزوده دلوقتي لما الاقيه خلاص. تمام اهو. انا بس صورت حبيت اشغل الكاميرا عشان تشوفوا وانا بحط الملح واحط كده والفلفل الاسمر. طبعا في ناس بتعمل البشاميل بالبيض براحتكم. في ناس انا كنت بحط على فكره بيض لا مش لقيت من غير بيض احلى. ولو عندي موتزاريلا كنت حطيت في قلبيها لا مش موتزاريلا كنت بحب احط جبنه رومي. احط حبه صغيره او جبنه شيدر بس انا ما عنديش خلاص. ولو ما عنديش لحمه برضو كنت هنعمل الصينيه ديت من غير لحمه. مفيش اي مشكله مفيش حاجه هتقولك لا. اعملوا اي حاجه. تعرفوا الصينيه دي لاولادكم وحياه ربنا مغذيه جدا حتى لو ما فيهاش لحوم بالخضار وشويه لبن والدقيق والكلام ده كله. كل الحاجات دي موجوده عندنا في كل بيت. بصوا كده شايفين تقل البشاميل اهو بيتقل اهو. طبعا ايه لو احنا بقى سيبناه هيتقل اكتر. طبعا انا مش عايزه الكلام ده. وهو كده بقى في مرحله الايه اللي هو بيغلي عشان هيمسك. هنحط شويه شوربه نكمل بقيه اللتر بتاعنا. تمام. بس كده هخليه بقى هو يغلي.
عشان هياخد وقت بقى، واول ما الاقيه بقى كريمي خالص هوريهولكوا على طول. حبايبي كده اهي المكرونه، احنا خلصت البشاميل خلاص، وادي الخلطه اهي بتاعتنا. بصوا الخضار بكله، شايفين كده اهو، انا بقرب لكم اهو كمان على قد ما اقدر. بصوا كده الخضار باللحمه بكلها. بصوا نوع المكرونه اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، يعني عايزينها عقل، عايزين طبعا كله ينفع ما عدا الايه الاسباجيتي. تمام. بصوا كده خلاص، نقلب بقى الخليط الحلو ده كله كده مع بعضه. بصوا على الالوان والمنظر، دي المكرونه دي كده تستوى، يعني نسويها من غير بشاميل. بصوا الجمال. بصوا كده المكرونه بتاعتي خلاص، شايفين الالوان، شايفين الجمال عامله ازاي. بصوا يعني تحفه، طعمها ملهاش حل كده من غير اي حاجه. البشاميل بتاعي بقى انا هجيبه، هو لسه سخن اهو. هنحط بقى ايه، بصوا شويه محترمين من البشاميل على المكرونه. انا عايزاها كلها تبقى ايه بشاميل. تمام. بصوا كده طبعا انا محضره البايركس بتاعي عشان احط فيه المكرونه. بصوا الجمال. بصوا المكرونه دي لو جبتوها، لو رحنا مثلا مطعم وبتاع، لو رحنا مثلا القطعه بكام، هيقولك بقى خضار بقى ولحمه وفراخ ومكرونه وبشاميل وبتاع، القطعه بكام؟ طب انا اصلا مكلفتنيش حاجه، وممكن اعملها من غير لحمه خالص واكل ولادي. اللبن طبيعي بقى في كل بيت فيه لبن، ده انت لو جبتي نص كيلو وهتعملي بيه شويه شوربه. وفي الشوربه اصلا هتقولي طب انا هجيب شوربه منين وانا ما عنديش لحمه او فراخ عشان اعمل شوربه؟ عادي هتعملي انا كنت عامله قبل كده في وصفه في القناه الرق، اللي هو الرق بالشوربه. ما عنديش شوربه، رحت انا عامله اختراع يا ستي. ما فيش، مش هتحطي لبن فيه ولا اي حاجه. هتجيبي شويه ميه عليهم 2 مرقه مثلا فراخ او لحمه، وملح وفلفل اسمر، ورق لوري، بصله كبيره، حبهان مستكه، ما فيش حبهان ومستكه، جوز الطيب، شويه البهارات بتاعت الشوربه. هتغلي غلوتين محترمين مع المرقه وبتاع، عندك احسن شوربه في الدنيا. وملح وفلفل اسمر، والله العظيم اكنك عاملاها على بط كمان. بس وهكمل بيها البشاميل عادي خالص، بس المهم ان انا احط فيه شويه لبن عشان ما ينفعش تعمل بالشوربه بس. بصوا كده ايه كده، ايه بقت كلها، بصوا عامله ازاي شاربه البشاميل، تحفه تحفه بجد. هنا جايبه بصوا الوايتس بتاعي. بصوا هنجيبه هنا بقى شويه بشاميل، نحطه ايه من تحت كده اهو. تمام. هنيجي بقى نفضي شويه مكرونه. في عايزين تعملوا رقات براحتكم خالص، وقلت لكم زي ما قلت لكم اي نوع مكرونه انتوا حابينه حطوه. اهي غدوه ممكن تقعد معاكم يومين، والولاد هتحبها قوي. انا لما بعملها على فكره بعمل جنبيها صوص بيبقى تحفه. انا عندي ولادي بيحبوا الصوص جنبيها، وشويه سلطه. انا بقى اما اجي اعمل لهم بانيه ولا حاجه جنبها، لا ما بيرضوش. لا لا يا مامي انتي ما تعمليلناش، مش عايزينها جنبيها حاجه، هي لوحدها اصلا بتبقى تحفه. بصوا كده، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. وريحتها والله العظيم قبل ما احط عليها اي حاجه وادخلها الفرن، ريحتها قلب البيت، قلب المطبخ. انا في المطبخ بقفل عليا الباب وكده، والله العظيم قلب ريحه المطبخ خالص. بصوا كده طبعا نسوي بقى السطح كويس عشان ايه يبقى كله سوا واحد كده اهو. بصوا كده
المنظر ده. حبايبي المكرونه اهي سويتها خلاص. هنحط بقى هنا طبقه البشاميل. بصوا كده، تمام. ايه نرصه كده، نسوي البشاميل بتاعنا عشان يبقى واخد كل حاجه في الصينيه كده. هتيجي عشان البشاميل يخش جوه، هتيجي ايه نفتحه كده. هو البشاميل كريمي بس تحفه، والمكرونه رهيبه. بصوا كده، هتلاقي عشان البشاميل لما يستوى هتلاقيه دخل جواه، وهي اصلا مليانه اصلا، يعني في الاساس هي مليانه. بصوا كده، هي خلاص مش عايزه بشاميل تاني كده، كفايه. بصوا بقى شويه المكرونه اللي فضلوا عندي، عملت انا ايه، جبت انا هنا برامات، اللي هي البرامات الصغنونه ديت، شكلها حلو قوي. رحت حاطه فيهم مكرونه وحطيت عليهم بشاميل، بيبقوا ده برضو المكرونه في قلب الفخار ده بيبقى طعمها وهم. فالمكرونه بتاعتي بص عملت الكميه دي، طبعا هتبقى تحفه ومغذيه جدا ومفيده والله العظيم وما كلفتنا. فبصوا بقى كده، مش هنحط عليها وش، احنا عايزين نعمله صينيه مكرونه او طاجن مكرونه في الفرن بالبشاميل كده، تبقى حاجات اقتصاديه. تمام. زي ما قلت لكم مفيش لحمه، مفيش مشكله خالص. عندكم حته لحمه واحده ممكن نقطعوها مع شويه بصل وخضار والكلام ده، تبقى موافقه اهو. انا بص ولا حطيت عليها موتزاريلا ولا حطيت عليها اي حاجه، انا مجرد بس اللبن كان فيه شويه قشطه حطيتهم كلهم قدامكم. تمام. كبيري لو هحط احط حته زبده، ما حطيتش خلاص هندخلها كده الفرن تاخد لها الوش المحترم، تبقى متحمره وجميله جدا، وهوريها لكم اول ما ادخلها الفرن واطلعها. تمام. بصوا يا حبايبي المكرونه هي خلصت، مش عايزه اقول لكم على الريحه ولا بصوا يعني هي تحفه. هي لسه طالعه، مش هقول لكم الطعم عشان لسه ما دقتهاش. الريحه فظيعه. بصوا هي لسه طالعه دلوقتي من الفرن، هنيجي بقى نقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه طريه، لسه سخنه قوي فطريه خالص. بصوا كده، هنقطع لكم، بس عايزه اقطع لكم اوريكم حته بس صغيره. انا سخنه كده، بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الوش بتاعها عامل ازاي، من غير موتزاريلا ولا من غير اي حاجه خالص. بصوا كده. بس ايه اوريكم حته بس، وبعد كده بقى اكمل انا ايه الباقي. بس هي هتبقى طريه على فكره، يعني مش هتطلع الخرطه ايه. بصوا كده. استنى كده. بصوا الريحه وحياة ربنا، ريحتها وهم فظيعه فظيعه بجد. احيي ايه ده. بصوا كده الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا طريه ازاي، بصوا كلها لحمه وخضار، حاجه مغذيه كده للولاد. احي فظيعه 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 بجد. الريحه ملهاش حل بجد. عايزاكم تجربوا الوصفه دي والطريقه ديت، وحياه ربنا مش هتعملوا غيرها خلاص. بصوا بقى، عندي بقى سما بنتي بتعمل شويه صوص للمكرونه ملهوش حل. بصوا عامل ازاي، دي مفتريه بجد، بنتي دي مفتريه. عامله الصوص شطه رهيبه. الله يا بنتي اللي حاطه في البصل فلفل، لا يا مامي. بصوا عامله ازاي، بصوا انا اموت واعرف دي ما بتعملش كده. اما بتيجي تعملي الصوص بتاع الكشري ما بتعملوش كده. بصوا المنظر عامل ازاي، يعني هما بيحبوا ولادي ياكلوا المكرونه البشاميل كده اهو. وعملت جنبيها سلطه خضراء. شايفين المنظر عامل ازاي. انا عايزه اوريكم كده الاكل بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا تحفه تحفه بجد.
عايزاكم بقى تجربوا الطريقه دي وتكتبوا لي في الكومنتات، واللي هيعملها برضه يقول لي، يبعت لي حتى عندكم الانستجرام، الفيسبوك، الحاجات دي ابعتوا لي فيه وقولوا لي. وما تنسونيش بقى في لايك حلو عشان الفيديو ده يترفع، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.